الرحيم. مباراة المصري والزمالك استاد اسماعيلية يوم الأربعاء 20 يناير 2016. مباراة فيها دروس كتير جدا مستفادة من كلا الفريقين. عارفين نادي الزمالك بيلعب على القمة، وقبل المباراة دي بساعتين تقريبا كان نادي الأهلي بيلعب الإسماعيلي في استاد برج العرب وكسب بهدف عبد الله السعيد. عشان كده كانت فيه ضغوطات كبيرة جدا على لعيبة الزمالك لاسترداد القمة في هذه المباراة. ولكن الفريق اللي بيلعبه نادي الزمالك فريق اسمه المصري، فريق بينافس على القمة هذا الموسم، له شكل جديد مع المدرب الكبير حسام حسن اللي الحقيقة مش واخد حقه في الدوري المصري. أي حد بيتكلم على حسام حسن يقول الروح، الحماس، القتال، ولكن حسام حسن عنده فنيات لا حصر لها بانت في المواسم السابقة وهذا الموسم تحديدا مع فريق المصري، لأن ما عندوش عناصر يقدر يعول عليها كثيرا، اللهم الا اسامه العزب واحمد رؤوف، وانضم اليهم الحارس المرمى رمزي صالح. باقي العناصر كلها عناصر شابه، عناصر لسه جديده على الدوري المصري، ملهاش اسم كبير، ملهاش خبره، عشان كده عامل معاهم موسم جيد ورائع حتى الان. حسام حسن بدأ هذه المباراه بدون ادنى شك بعد ما شاف وركز على مباراه الزمالك والنجم الساحلي اللي كانت في سوسة واللي خسرها نادي الزمالك 5-1. عشان كده انا بقول عليه حسام البنزرتي نسبة الى فوزي بنزرتي مدرب فريق النجم الساحلي واللي فاز ببطولة الكونفدرالية. ليه؟ لأن حسام حسن بالظبط في هذه المباراة عمل زي اللي عمله فوزي بنزرتي، ركز على الناحية اليمين بتاع النادي المصري اللي هي الشمال بتاعت نادي الزمالك. الفارق الوحيد ان كان في مباراة سوسة كان بيلعب معروف يوسف قدام حمادة طلبة. في هذه المباراة كان بيلعب الحقيقة اللاعب أحمد حمودي، وكلاهما سواء معروف يوسف أو أحمد حمودة لم يجد حمادة طلبة المساعدة اللازمة منهم في هذه المباراة، سابوه يغرق، حتى ما حدفوش له طوق الإنقاذ أو النجاة. ولكن حمادة طلبة بخبرته وأيضا بوجود ديودار خلفه في هذه المباراة قدر يقفل الثغرة دي تحديدا في الشوط الثاني. بدايه المباراه كانت بالنسبه للمصري بدايه جيده جدا، وقدر انه يخترق من هذه الناحيه. ميدو لعب بتشكيل انا في وجهه نظري تشكيل جيد باستثناء مركز راس الحربه. لعب محمود كهربا في المركز ده، وصدق او لا تصدق محمود عبد المنعم كهربا لم يلمس الكره في اول 12 دقيقه. اول كره يلمسها كهربا كانت في الدقيقه 12 و10 ثواني تقريبا، كانت في ناحيه اليمين، وحاول يعمل سبرنت يستخدم فيها سرعته، ولكن دفاع المصري كان له بالمرصاد. كان بيلعب ابراهيم عبد الخالق وطارق حامد، اثنين ديفندر. الرباعي مثبته ميدو بقاله فتره، سواء عمر جابر الرائع او علي جبر او ديودار او حماده طلبه، وزي ما قلت اثنين ديفندر. وفي الامام كان بيلعب شيكابالا وحمودي وايمن حفني وكهربا، اللي النهارده او في اليوم ده تحديدا كان واخد دور باسم مرسي. عايز اقول ان انت ممكن تلعب بدون راس حربه، والطريقه دي ابتكرها بيب جوارديولا الحقيقه مع فريق برشلونه لما اكتسح العالم، ولكن كانت بظروفها. ليه؟ لان ديفيد فيا كان مصيب في كاس العالم للانديه 2011 واضطر ان هو يلعب بدون راس حربه، والحقيقه الخطه دي اتت وكلها واتت ثمارها بشكل كبير جدا، وقدر برشلونه يسجل اهداف عديده من خلالها. جيد البوسكي بعد كده استخدمها مع المنتخب الاسباني، ولكن مش كل الفرق ممكن تلعب بهذه الطريقه. واكيد كلنا شفنا ازاي نادي الزمالك احواله اتظبطت نوعا ما بعد نزول باسم مرسي، ولكن كان قرار حكيم من ميدو ان هو باسم مرسي يكون على مقاعد البدلاء، لان المباريات اللي فاتت مش ده باسم مرسي بتاع الموسم الماضي اللي كان له دور كبير جدا في نادي الزمالك ياخد بطوله الدوري وبطوله الكاس. التغييرات كان لها دور كبير جدا وبحيي ميدو عليها، لان لو شفنا الهدف من التغييرات الثلاثه هدف رائع، هدف عالمي. شفنا الكره من رجل كهربا في الهواء ما لمستش الارض الا لما دخلت في شباك رمزي صالح، هدف تقدر تقول عليه هدف برشلوني، من راس محمد ابراهيم لراس باسم مرسي لراس مصطفى لرجل مصطفى فتحي الى داخل شباك رمزي صالح. ودول التغييرات الثلاثه اللي عملهم ميدو. كان في انضباط تكتيكي غير طبيعي من لعيبه المصري في هذه المباراه، قدروا ان هم يتحكموا في وسط الملعب، ضغط غير طبيعي على لعيبه نادي الزمالك. لاول مره بشاهد لعيبه نادي الزمالك بتشتت الكوره، عشان كده كان في وجهه نظري من الافضل ان نادي الزمالك يلعب بثلاثه ديفندر عشان تسهل مهمه لعيبه خط الدفاع،
وان خط الوسط يقدر يستلم الكوره. نادي الزمالك كان بيلجأ للكرات الطوليه، ابراهيم عبد الخالق مش قادر يستلم، طارق حامد نفس الشيء، لان كان في ضغط باستمرار في ظهرهم من قبل لاعبي المصري. لياقه بدنيه عاليه جدا من جانب لاعبي المصري، واقفين على رجليهم بشكل رائع جدا، وقدروا ان هم يضغطوا نادي الزمالك واحرجوه في اوقات كثيره جدا. ولولا الكفاءات ولولا المهارات الفرديه لعيبه الزمالك ما كانش هيرجع ابدا من الاسماعيليه بالثلاث نقاط. ولكن ممكن تبدا بتشكيل غير جيد، ولكن تغييرات رائعه من ميدو الى حد كبير جدا، هو وحازم امام قدر يسيطر بيها على الماتش. واكيد محمد ابراهيم كان له دور، باسم مرسي كان له دور، لانه ابتدى يضغط على دفاع نادي المصري. لو شفنا كهربا في الشوط الاول، بنسمع دايما واحنا صغيرين يقول لك الفرصه مهمه جدا والاستلام نص الجون. كهربا جات له كورتين، واحده في الشوط الاول من ايمن حفني، كنترول او الاستلام كان وحش جدا وطولت منه، ورمزي صالح استخدم خبرته الى حد كبير جدا وقدر ان هو ينقذ هدف. اكيد نفس الشيء في الشوط الثاني في البوكس، كهربا برضو الكنترول ما كانش جيد جدا، وقدر دفاع المصري ان هو يتعامل مع الكره. ده ما يمنعش ان كهربا عامل موسم رائع وعلامه فارقه من اداء نادي الزمالك هذا الموسم، واكيد هيكون رقم مهم وصعب في معادله ميدو للحفاظ على اللقب هذا الموسم. اتمنى ان نادي الزمالك يركز جدا في المباريات القادمه، لانها مباريات بريحه البطوله مع فرق قويه. هتلاعب سموحه، هتلاعب الاسماعيلي، هتلاعب الاتحاد، هتلاعب الاهلي. لو قدر ان هو يحسم هذه المباريات اعتقد هتكون مقدمه له بدون ادنى شك، وهو على المقدمه، ونتمنى ان شاء الله ان هو يظل على المقدمه. لو استمر نادي الزمالك بهذا الاداء وبهذا الاسلوب، 4 مباريات سجل حتى الان 6 اهداف، 12 نقطة، كلين شيت، أداء رائع جدا من الشناوي اللي بعتبره أحد نجوم المباراة، هو وعلي جبر الرائع إلى حد كبير جدا اللي استعاد مستواه بنسبة كبيرة جدا، وعمر جابر. عمر جابر أنقذ فرصة خطيرة جدا، الكرة اللي ارتدت من العارضة لظهر الشناوي. وعمر جابر لو نلاحظ عمل فولو وقدر ان هو يعمل زحلقه ويخرج الكوره، كانت هتبقى هدف التعادل بدون ادنى شك. بحيي لعيبه نادي الزمالك على فايتنج سبيريت، الروح القتاليه اللي لعبوا بيها. ايضا بحيي ميدو وحازم على التغييرات، وعايز اقول نقطه مهمه جدا على ميدو وحازم، لو استمروا بهذا الاداء وبهذا النسق ان شاء الله البطوله هتكون من نصيب نادي الزمالك. ميدو وحازم كانوا هنا في قطر، كانوا بيحللوا في الدوريات الاوروبيه، خرجوا من قطر عشان يأدوا دورهم مع نادي الزمالك. اعتقد ان هم هيرجعوا مره ثانيه لقطر. ازاي؟ لو استمروا بهذا المنوال بدون ادنى شك هيكون لهم دور مع منتخب مصر الاول، وهيرجعوا هنا ان شاء الله في قطر 2022. كل الامنيات الطيبه لنادينا الحبيب نادي الزمالك، واتمنى التركيز في المباريات القادمه، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. هيثم فاروق.